الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل تتبيلة السمك المقلي. تتبيلة حلوة قوي بتخلي السمك طعمه خطير. هتعتمديها في أي نوع سمك انت ممكن تعمليه، تنفع لأي نوع يعني. التتبيلة دي سهلة جدا وبسيطة، لكن بتخلي ريحته جايبة آخر الدنيا. يلا بينا نخش ونشوف نعملها ازاي. بس قبل ما نبتدي في الفيديو بتاعنا، لو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك واللايك. ويلا بينا نقول بسم الله ونبدأ. نص في قرن فلفل أحمر ونص أخضر، معايا ليمونتين كبار، وطبعا فص توم بحاله وراس بحالها، ونص حزمة بقدونس أو كزبرة تقطعيها، مش عايزين العيدان عايزين الورق. وبالنسبة للتوابل طبعا كل ده ضربته في الكبة. وهعصر بقى الليمون، ليمونتين كبار، لو ليمون صغير تستخدمي 3. بالنسبة بقى البهارات، ملح والكمون والكزبرة الناشفة. ولو انت عندك بهارات سمك حطيها، ما عندكيش مفيش اي مشكلة. هنركن بقى الخلطة الجميلة دي على جنب، ونبتدي نجيب السمك بعد ما تنضف وبقى زي الفل زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي بقى اقطعه. لو السمك كبير قوي هتقطعيه 3 شرط، لو بالحجم ده كده هم قطعتين بس بالشكل ده. شايفين شكله بالشكل ده كده حلو قوي، عشان التتبيلة تخش جوه والسمكة تتشرب من التتبيلة وتدي طعم حلو اكتر. هي التتبيلة مش محتاجة، بس عشان السمك تتشرب اكتر. شايفين؟ انا هقطع كله كده وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت الكمية كلها، وبدأت احطه في التتبيلة، وابتدي اسقي التتبيلة من جوه على قد ما تقدري تخلي التتبيلة تخش في السمكة من جوه. شايفين؟ انا بحط التتبيلة من جوه وبحطها في الفتحات اللي انا فتحتها، يعني علشان السمكة كلها تكون متشربة بالتتبيلة وتدي التطعيمة الحلوة واحنا بنقليها من جوه ومن بره. وطبعا بعد ما نعمل الموضوع ده بنسيبها بتاع ربع ساعة في التتبيلة. كل ما بتسيبيها اكتر بتتشرب اكتر، بتدي طعم حلو قوي. فانا هسيبها كده في التتبيلة، ونروح بقى على بعد ما اسيبها شوية بنبتدي بقى الخطوة اللي بعد كده، وان انا هجيب دقيق واحط عليه معلقة كبيرة من النشا. النشا ده ليه بقى؟ عشان النشا ده بيدي قرمشة حلوة للسمكة. تمام. هبتدي بقى اصفي السمك من التتبيلة خالص، وابتدي احطه في الدقيق، اضغط عليه كده عشان الدقيق برضو يغطيه. ده الكفر اللي بيبقى فيه الدقيق في السمكة من بره. تمام. بعد ما عملته كده كله هنروح بقى على البوتاجاز علشان نبتدي نقليه. عندي الطاسة حتى فيها شوية زيت، ومش هعلي العين قوي، يعني يا دوبك العين تكون وسط، لان عايزة السمكة ما تتحرقش، عايزة السمكة تستوي. فمش هديها النار العالية قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. هبتدي بقى اطلع السمك واحط غيره لغاية الكمية ما تخلص بالشكل ده كده. واللي زي ما قلت لكم النشا حلو قوي، بيدي طعم حلو وبيدي قرمشه. السمكه ما بتبقاش شاربه زيت تبقى طريه، لا النشا بيخليها ناشفه بالشكل اللي احنا عملناه كده مع بعض. شايفينه طعمه حلو قوي. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، واشوفكم بخير. الى اللقاء.